رمضان راه بدا، واش كتسادو من الصيام ولا غير كتجوعوا؟ الصيام ماشي حرمان، راه التوازن. ملي كتصوموا بوعي الجسم كينتقل تدريجيا من حرق السكر لحرق الدهون، كيستقر مستوى السكر في الدم والهضم كيرتاح وكتنشط عمليه اصلاح داخلي الخلايا. لكن الفائده كتضيع مع السهر المفرط. السهر كيخلخل الساعه البيولوجيه وكيزيد الاجهاد. النوم كافي هو نصف نجاح الصيام. في الافطار ماشي صدمه للجسم، ابدا بالماء والتمر باعتدال، ثم وجبه خفيفه فيها بروتين وخضر والدهون صحيه. التدرج كيجنبك التعب والإهباط بعد الأكل، والحركة جزء من التوازن. أفضل وقت للرياضة قبل الإفطار بساعة خفيفة أو بعد الإفطار بساعتين إلى 3. المجهود عنيف في حال الصيام ممكن يسبب جفاف وإجهاد. ما خاصهمش يصوموا أو خاصهم إشراف طبي صارم. السكري غير متحكم فيه، أمراض القلب غير مستقرة، نقص الكلوي متقدم، قرح المعدة النشطة أو الارتجاع الشديد، الحمل مع مضاعفات، وكبار السن مع أمراض مزمنة متعددة. الصيام عبادة والتوازن. عاملوا بحكمة في هذا رمضان وغادي يعطيك صفاء وقوة.